يبدو أن المايسترو المغربي حكيم زياش لاعب نادي غالاتاساراي التركي قد قرر البقاء والاستمرار داخل النادي التركي على الأقل للموسم الكروي القادم. هذا ما فهمته الصحافة التركية من خلال تصريح مقتضب للاعب المغربي بعد تتويجه يوم أمس بلقب الدوري التركي رفقة نادي غالاتاساراي التركي. حكيم زياش عبر عن فرحته بالفوز لقب الدوري التركي، وأكد في تصريحاته أنه سعيد بأول لقب له مع نادي غالاتاساراي، وجملة أول لقب لي مع غالاتاساراي تلمح إلى أن اللاعب يسعى لتحقيق ألقاب إضافية مع النادي التركي، وهذا يعني أنه يسعى للاستمرار للموسم القادم مع نادي غالاتاساراي التركي. من جهة أخرى، إدارة نادي غالاتاساراي عبر مدربها أوكان بوروك لمحت إلى أنها تنوي شراء ما تبقى من عقد حكيم زياش من نادي تشيلسي، ونادي تشيلسي أيضا تواصل مع إدارة غالاتاساراي من أجل إنهاء التفاصيل المتعلقة بانتقال حكيم زياش بشكل نهائي إلى نادي غالاتاساراي التركي. ومع ذلك فإن المايسترو المغربي يحظى أيضا باهتمام من أندية سعودية يبقى أبرزها نادي الشباب السعودي، والذي بحسب تقارير سعودية مستعد لتقديم عرض مدته موسمين ونصف لحكيم زياش وبراتب إجماليا يبلغ 37 مليون يورو، أي ما يعادل 15 مليون يورو لكل موسم. ولكن في الغالب حكيم زياش مستمر مع نادي غالاتاساراي للموسم الكروي القادم.